السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. شوفوا لي هاد البراوني كوكيز اولا بروكي كيجي لذيذ ومعلك من الداخل. تبعوا معايا الطريقه. نبداو على بركه الله. بالنسبه للكوكيز غادي نحتاجوا الزبده تكون ديال الحلويات ندوبوها. بالنسبه للمقادير مضبوطه غادي نخليها لكم في ديسكريبسيون. غادي نزيدوا عليها بيضه تكون ما كبيره ما صغيره، الا كانت صغيره نديروا 2 بيضات. غادي نزيدوا سكر سنيده، من بعد نضيفوا فاني وحده ونخلطوا مزيان هاد المكونات غير بالضرب اليدوي بلا ما تحتاجوا تستعملوا شي حاجه اخرى. بالحق ضروري تضربوه مزيان باش ما يبقاوش دوك الحبيبات ديال السكر، هكا باش ينجح معكم الكوكيز. هنايا من مور ما خلطته مزيان غنبدا نزيد دقيق بشويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه. صافي من موراها هنايا غادي نقطع معكم الشوكولا. تقدروا ديروا اي شوكولا كيعجبكم. انا هنا درت شوكولا سوداء فيه نسبه 55% ديال الكاكاو. نعاود نخلط باش يدخل داك الشوكولا في الكوكيز ونحطوه على جنب وندوزو دابا نصايبوا البراوني. بالنسبه للبراوني غادي نحتاجو شوكولا سوداء. تقدروا تخلطوا ما بين شوكولا بالحليب وشوكولا سوداء اللي كتفضلوا نتوما. هنا من مور ما دوبت الزبده مع الشوكولا غادي نديرهم في بول ونزيد عليهم 3 البيضات، كاس العنبه ديال السكر سنيده، ساشي ديال الفاني وقبيصات الملحه. نخلط المكونات كاملين غير بالضرب اليدوي. نفس الحاجه اللي درنا في كوكيز غادي نديروها في براوني، ما خاصش دوك الحبيبات ديال السكر يبقاو باش يجيكم معلك وزوين. من بعد نضيف 2 معالق كبار ديال الكاكاو مر، يكون نوعيه جيده. الا ما بغيتوش كاكاو مر تقدروا ديروه هذاك ديال الساشي. كاس لاروب ديال الدقيق. نعاود نخلط المكونات كاملين غير بالضرب اليدوي حتى نحصلوا على هذا القوام هذا. وفي الاخير نزيد عليهم لي بيبيتو شوكولا والقرقاع. كيبقاو اختياريين، غير هو انا كنفضل نديرهم كيزيدوا لذة. صافي دابا غادي ناخذ المول ديالي ندير فيه بابي كويسون ونخوي فيه الخليط. ضروري نقادو من جناب باش ملي يطيب يجي مقاد. ودابا ناخذ الكوكيز اللي صايبت ونديرو فوق البراوني بهذا الشكل. كاين اللي كيدير طبقه ديال البراوني طبقه ديال الكوكيز ويعاود طبقه ديال البراوني وطبقه ديال الكوكيز. انا كندير هاد الطريقه هذه. دابا غير نسالي غادي ندخلو الفران يطيب ما يفوتش درجه الحراره 180 وغير من التحت باش ما يتحرقش. ما تشعلوش كاع الفوق حتى يطيب على خاطرو. عاد شعلوا الفوق غير واحد 5 دقائق باش ياخد اللون داك الكوكيز وطفيو عليه. بالنسبه للوقت صراحه على حساب كل فران، المهم كياخد ما بين 25 دقيقه حتى 60 دقيقه، يعني ساعه ديال الطياب. ها هو طاب البروكي ديالنا. غادي نقطعوه بحال هكا ونديروه في طبسيل. الصراحه كيجي واعر، خاصكم ضروري تجربوه. كيجي معلك من الداخل والمذاق ديال الكوكيز يا سلام. نتمنى يعجبكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه اخرى. خليتكم على خير.